السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم ولات معايا اليوم في قناتكم سعاد الطبخ والحلويات. اليوم جبت لكم غاطو بريستيج تحفة، يعني تلبية لرغبة مشتركة من مشتركاتي العزيزات اللي يتبعوني وفي ليا صور في المواقع أو في الواقع. نروحوا أول حاجة نحضروا مع بعض القناج. القناج هنا راح نعطيكم المقادير. هنا 100 غرام تاع الشيكولا منى، لازم تكون الشيكولا سوداء وشيكولا طارتيني، والزبده عندنا 100 غرام شيكولا، 80 غرام زبده و150 غرام شيكولا طارتيني. راح نذوب هادو مع بعضهم ومن بعد نروح نضيف لهم الشيكولا طارتيني 150 غرام، نغطيهم ونخليهم، ما نديرهمش في الثلاجه، نخليهم على برا حتى يتماسك. نروحو نحضروا الطبقه الاولى من الحشو. الطبقه الاولى من الحشو عندي الكريمه هذيك اللي شتوها، ملعقه كبيره، يعني هنا ديروا على حسب العدد اللي عندكم. انا هنا درت 2 ملاعق كبيره، نتوما ديروا على حسب الكميه اللي راح ديروها. يعني كيما هكا وكفاتني. عندي 2 ملاعق كبيره حليب نيسلي كيما راكم تشوفوا، يعني كراميل، يعني كلشي هنا يكون كراميل، ميم الشيكولا الاولى ذوق الكراميل حطيتهم. وعندي ديكو جيل كراميل، يعني 2 ملاعق 2 ملاعق 2 ملاعق. هنا قلت لكم ديروا على حسب الكميه. خلطوهم مليح مع بعضهم، نحشيو بيهم الكاطو تاعنا. يعني قلت لكم انا ما كنتش راح نحط الوصفه، لكن المشتركه عزيزه عليا بزاف، يعني بغات الوصفه راني راح نحطها لها، تستاهل كل خير. انا كما راكم تشوفوا المول تاعي كنت دهنته ب3 طبقات من الشيكولا بيضاء، وزدت لها الملون الوردي وشويه زيت، ما نكثرش بزاف، شويه مش كيما نكلاصيو الصابلي، شويه برك باش نحلها شويه القساوه هذيك تاع الشيكولا. ونعمر ندير طبقه اولى، نحاول نركز على الجوانب مليح كما راكم تشوفوا، لازم الجوانب تاعنا يكونوا معمرين. نكملهم انا بكل هذه الطريقه، ندخلهم شويه المجمد باش يجمدوا ما بين ما حضرت الطبقه تاعي هذه. هنا انا درت غاتو ماكاو، يعني تقدروا ديروا اي غاتو متوفر. اذا كان مثلا درتو غاتو لوتيس لازم ديروا الكريمه تاع اللوتيس. درت 4 حبات بسكوي تاع ماكاو، ودرت 2 ملاعق كبيره من الارز المنفوخ، وراح نجمع بالبخاليني تاع اللوز. راح نضيف هنا البخاليني، ما الحشو تاعنا ما لازمش يكون مشمخ بزاف كيما نقولوا، يكون مزربح هكا برك. المهم نخلطوه بحيث يعني الحشو تاعنا كامل يتغطى وما يكونش مشمخ بزاف، ما بغيناش يقرمش، ما بغيناش يكون مشمخ بزاف. نحاولوا نخلطوا حتى الخليط تاعنا يتماسك، ومن بعد نديروه كطبقه ثانيه. جاموا بارطاج بنات للفيديو باش يوصل اكبر عدد من المشاهدين. كاطو بنين 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 ما شاء الله، ما كنتش راح تندموا كي ديروا لي جيم وتعليق. دركا راح نحشي، ودائما ركزوا على الجوانب. راح نديروا 3 طبقات، نعمروا على قيس ما يهزنا المول، يعني ما نكثروا حتى اي طبقه، كل طبقه نحاولوا نديروهم بالتساوي باش المول تاعنا يهزلنا الحشوات في 3. نكملوا كيما هكا. انا كنت ديما بين كل طبقه وطبقه نحط المول تاعي في المجمد باش يتماسك لي الحشو اللي درتو، باش كي ندير الحشو الاخر ما يتخلطوليش. هنا نروحوا الطبقه الاخيره هي تاعنا تاع القناش. هنا القناش تاعي كيما شفتوه
ماناش راح نضربوه، راح نحطوه نحيوه كيما هكا برك نطريوه كيما نقولوا، ونحطو في لابوش ونعمر بيه المول تاعي. ولا بغيتو يعني هي الوصفه فيها الكناج تاع الكريمه السائله. حنا بما انه نحبوا القطوات تاعنا يطولوا، شفت انا هني باللي الكناج تاع الكريمه السائله مش راح يطول، درت انا الكناج هذا، وانتم لكم حريه الاختيار. هنا عمرت كما راكم تشوفوا ليمون تاوعي، الحبات نتاوعي كامل وغطيتهم بالشيكولا. خليت لكم زوج حبات وحده غلطت فيها باش ندير الساعه الكناج، رحت درت لها الشيكولا ومن بعد وليت عاود نحيتها كيما قلت لكم. نزيد ندير الكناج تاعي من الفوق، ودائما نركزوا على الجوانب ونغطي ونحطو في المجمد ديال مابا 5 دقائق. ونروحو دوكا نحضروا القاعده اللي راح نحطو فوقها الكاطو تاعنا. انا بنتي شغل صورت مع الاول المقادير، لكن كي وجدت المقادير، لكن انا هذا درتو في الليل، خرج بي 8 تاع الليل ولا ما صورتش للاسف. غنعطيكم برك المقادير. انا راح نحي غنحضروا الكريمبل عندنا 80 غرام زبده، رشه ملح، 60 غرام فرينه، 50 غرام سكر بني، انا درت السكر العادي الابيض، عندي 110 غرام بودره اللوز. خلطوهم مع بعضهم عادي، نطرحوهم وندخلوهم يطيبوا يحمروا مليح ونخرجوهم. عندنا الطبقه المقرمشه تاعنا، واش فيها 75 غرام كريمبل هذاك اللي حيناه نوزنوا منه 75 غرام. عندنا 75 غرام شيكولا بالحليب نذوبوها. عندنا 35 غرام بخاليني نتاع اللوز، وعندنا 30 غرام ارز منفوخ، وعندنا 45 غرام زيتين. كما راكم انا كنت غلطت درت شيكولا طارتيني، ومن بعد وليت نحيتها وليت درت الشيكولا عاد تخلطوا عليا كثروا عليا الكاطوات، هذا فيها كذا فيها، قعدت قد ما نركز نغلط. هذو المقادير تاعنا نخلطوهم مليح، يعني انا الكميه اللي درتها كفاتني، انا ما اعتقد درت 20 حبه. خلطوهم مليح نذكر بالمقادير. عندي 75 غرام كريمبل، 75 غرام شيكولا بالحليب، 35 غرام بخاليني تاع اللوز، 45 غرام زيتين، و30 غرام ارز منفوخ. نجيبو المول اللي يكون على قيس الحبه تاعنا تاع الكاطو. انا كنت طيبت صابلي على اساس اني ندير بيه، ومن بعد وليت بغيت ندير حاجه جديده وحاجه مليحه، وليت درت الطبقه هذه. هو اصلا بالطبقه هذه ماهوش بالصابلي. نحاول نسوي الحبه تاعي مليح ونحي، ومن بعد ندخلوهم للثلاجه حتى يتماسكوا مليح. يعني شيكولا اكيد راح تتماسك. هنا كما راكم تشوفوا نحضر الحبات تاعي كامل. نعاود ونكرر البنات جيم وبارطاج للفيديو، نشكر كامل اللي راهم يدعموا فيا ومتحيرين على القناه، يعني كي ما داتش يعني حظها، يعني بزاف اللي راهم متحيرين كيما راني متحيره انا ويدعموني، ولكن للاسف القناه ما وصلتش للشيء المطلوب. كما راكم تشوفوا نكمل الحبات نتاعي وكل بهذه الطريقه. هنا الكرامبل اذا كنتو راح ديروا كميه قليله نقصوا نديروا نصف المقادير. انا كنت شغلكم قاعد لي هنا بعد ما خلصوا الحبات نتاعي نتاع الكاطو ونقيتهم، راح نلصقهم بالشيكولا برك كما راكم تشوفوا. انا في الحبات نتاع الشيكولا كنت دهنتهم بالناكري
الابيض يجوا ما شاء الله لماعين. يعني مام الشكل هذا تاع الحبه تاع الكاطو الدجاج كيما راكم تشوفوا هنا. عندي هنا جال ديامون، راح ندير كميه منه في الوسط نتاع الحبه تاع الكاطو. انا المقادير هذو الحبات هذو كل دولي قرعه وحده. هنا لكم الاختيار، بغيتو تحطوا الجال كيما هكا ومن بعد تضيفوا الورود هذيك والاخر اللي درتو انا سكر ديامون نسيتو هذاك يسميوه، يعني للاسف يروحوا لي الاسماء. ولا تحطوا هكا وتحطوا الاخرين فوقهم. كاين اللي يدير الورق الذهبي، لكن الورق الذهبي قال لك مش صحي. حنا نحاولوا حنا بما انه الحبه راح كامل حتكل الورق هذا الورق الذهبي حتى باش تنحيه صعيب، مش كيما الورق تقدر تنحيه. هذا يتكل عادي نورمال، ماهوش اسمها صحيه، حاجه صحيه. انا كانوا عندي قداه اللون الذهبي والاحمر وذاك مزجتهم مع بعضهم وحشيت بهم الحبه تاعي تاع الكاطو هكا كيما راكم تشوفوا. ندير الورد، ديروا هنا الورد على حسب لاكولار تاعكم تاع الحبه تاع الكاطو. المنظر تاعو جا ما شاء الله تحفه، والبنه صدقوني يبلي يبلي يبل. البنات اللي يشوف قناتي اول مره يشترك فيها ويفعل جرس التنبيه. كاين وصفات جدد رائعه، يعني ما تفوتوش الفرصه هذه. شوفوا الحبه تاعنا تاع الكاطو كيفاش جات ما شاء الله. انا هنا الكاطو هذا للاسف ما صورتوش يعني محدود، لانه كان مع الاخر عندي ضغط في العمل. صورته كل مع بعضها. يعني هذو كانوا الكاطوات اللي كنا راح نديوهم لعروستنا، الهبه تاع العروس في العيد. يعني صورت كلش مع بعضها، ما صورتش هذو الكاطوات اللي درتهم انا وكاطوات اخرين نديرهم مع رايسنا. المهم جا بارطاج للفيديو، نشكركم على الدعم حبيبتي، تستاهلي كل الخير والله حطيت الفيديو على جالك. ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء في فيديوهات اخرى باذن الله. سلام.